عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. تصريحات من النائب محمد خالد القاضي. كتبت أمال وجيه: نائب برلمان يكشف الحقيقة في مواجهة شجاعة في حوار جريء وغير مسبوق. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري يفتح النار على الكيانات الوهمية التي تتلاعب بمشاعر الشعب وتستغل العمل الخيري لتحقيق مصالح شخصية. بكلمات حاسمة ومواقف واضحة أزاح القاضي الستار عن فساد يهدد مسيرة التنمية في مصر، مشيرا إلى وجود جهات تسعى لتعطيل عجلة التقدم التي يقودها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي في إطار بناء جمهورية جديدة. النائب الحر لم يكتفي بفتح الممارسات الفاسدة، بل سلط الضوء على أعداء الجمهورية الجديدة الذين يحاولون تقويض الجهود الوطنية. وفي هذه الحلقة الجريئة أثبت القاضي أنه ليس مجرد ممثل للشباب في البرلمان، بل صوت شجاع يقف في وجه الفساد ويحمي حلم الشعب المصري في مستقبل أفضل. إنها رسالة صريحة وواضحة من التحالف الوطني المصري: لن نسمح لأي جهة بإعاقة طريق التنمية أو استغلال مقدرات الشعب. معا سنمضي قدما لبناء مصر الجديدة التي يحلم بها كل مصري وطني. حوار يستحق أن يسمع وموقف يخلده التاريخ. السيد المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد. مقدمه لسيادتكم النائب محمد خالد القاضي بصفة رئيس حزب التحالف الوطني المصري. أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بخصوص الكيانات الوهمية واللجان التي تعمل دون أي شرعية قانونية أو صفة رسمية في مجال العمل العام والتطوعي. لقد تبين أن هذه الكيانات تقوم بالاستغلال أسماء وشعارات تخدع المواطنين وتدعي قدرتها على تقديم خدمات أو تسهيلات مقابل مبالغ مالية، مما يعد نصبا واحتيالا صريحا يعرض المواطنين للخطر ويهدم الثقة في المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. أطالب سيادتكم بالتحقيق العاجل في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة، بالإضافة إلى إصدار تعليمات واضحة لمنع استمرار هذه الأنشطة وضمان حماية المواطنين من وقوع ضحايا لهذه الكيانات. تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.